السلام عليكم ورحمة الله. أنا أميرة من اسكندرية ومتجوزة هنا في الصعيد. هوريكم معايا الروتين بتاعي بيقوم بيعدي ازاي، وهوريكم صينية أحلى جلاش تاكلوه في حياتكم زي الفطير المشلتت وأحلى كمان. بس تابعوا الفيديو للآخر. لو عجبكم الفيديو اوعوا تنسوا الاشتراك في القناة واللايك والشير، وما تنسوش تفعلوا زر الجرس. بدأت يومي بالفطار، كنت هنا خلصت أنا والعيال ويدوبك نشربوا الشاي باللبن. لموا الأكل وهنا هو كان الفراخ والبط وكله جعان. رحت فطرت كله، لقيت البط يا حرام هنا هو جعان عطشان جدا. كنت حاطه له ميه بس الجو كان نار. عايزه اقول لكم درجه الحراره هنا فظيعه، ولقيت الزباله دي كلها. قلت ان شاء الله في يوم هولع الفرن وايد ده كله جواها. بصيت على كتاكيتي الصغننين دول ولقيتهم تمام برضو الحمد لله. قلت بقى اعمل احلى صينيه جلاش للعيال، علشان كل شويه ماما عايزين حاجه حلوه، ماما عايزين حاجه حلوه. تمام. في البلد هنا بصراحه ما بنلاقوش حد يعمل حلويات حلوه غير لما بننزلوا سوهاج. فقلت يلا اعمل لهم حاجه في البيت كده اهو. هنا هنجيبوا اول ورقتين جلاش، هتدهني ما بين كل ورقه وورقه حبه سمنه او زيت. انا بصراحه ما كانش عندي سمنه، دهنت زيت. تمام. وهنا بقيس الصينيه على حته الجلاش، لقيتها الحمد لله قد بعضها، ما قطعتش حاجه منها. الحته الزياده دي حطيتها وحطها في صينيه تانية تترص. تمام. تدهني الصينيه كويس جدا في الارضيه، والورق برضو تدهنيه كويس جدا. الجلاش والكنافه بيحبوا السمنه او الزيت جدا جدا جدا. تمام. تدهني كده كويس، توصي بقى عشان تطلع الحاجه تمام معاكي اهو زي ما انتوا كده شايفين. وهنا بدات احط الحشو وتلفي، ما تضغطيش يا بنات، اوعوا تضغطوا. في الوقت ده بتبقي مسخنه الفرن، مشغلاها يعني عشان تسخن. دي بقى ورقتين ورقه ونص كده، ورقتين بقوا. قلت بقى اعملهم بقى الصينيه دي عامله زي الفطير. بصوا بقى كده بدهن في كل حته وحته، اللي مش هلاقي فيها سمنه او زيت بدهنها. دي بقى حته من ساعه رمضان، كانت في الفريزر عندي. قلت بقى اطلعها بقى عشان انا زهقت وعامله لي زحمه في الفريزر. بس هنا اهو رحت رش عليها حبه الزيت، افتكرت ان لسه في شويه حشو، حطيهم بقى بسرعه كده بسرعه في المستخبص كده. تمام. بس كده. هنا قطعنا برضو، سويناها قطعناها كده ببعض عشان تطلع كل الصوابع زي بعضها. تقطعيها بتدخل الفرن. بعد ما طلعت اخر تمام. عايزه اقول لكم من حاجه تحفه، اقسم بالله يا بنات حاجه تحفه تحفه تحفه. بصوا اللون ذهبي من فوق وتحت، وغير كده هشه خالص، من بره مقرمشه ومن جوه بقى ايه جوسي. تعالوا بقى نشوف بقى صينيه الفطير دي اللي انا عملتها. انا اول مره اعملها في حياتي على فكره، قلت بقى اجرب معاكم. لو عجبكم الفيديو يا بنات فضلا وليس امرا يا ريت تشتركوا في القناه. بصوا بقى حاجه فظيعه والله. انا وبصور العيال عايزين ياكلوها باي طريقه، انا عن نفسي كنت عايزه اكلها، بس قلت بعد ما نخلص التصوير. بس هي والله كانت تحفه. بس اهم حاجه انك تظبطوا الشربات يا بنات. انا بعمل كوبايتين سكر عليهم كوبايه ونص ميه، واسيبهم يغلوا شويه واحط عليهم عصره نص ليمونه. تمام. بصوا دايبه ازاي. اظن مفيش احسن من كده، احلى من الفطير المشلشت اللي احنا بنجيبه من بره. المشلتت عفوا. بص بقى الرصه دي، قلت للبت تعالي بقى ناخده ايه صوره كده حلوه. قطعنا بقى حته من الفطير وخلاص اطلقت على الفطير. لو عجبكم الفيديو يا بنات يا ريت تشتركوا في القناه.